ثم نشرع في النقاش. اتصالات مكثفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل خطابه المرتقب بشأن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. أبرز الاتصالات كانت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. حتى هذه اللحظة لم نبلغ بقرار رسمي سوى ما شعرنا به من مكالمة الرئيس ترامب. لازلنا نأمل أن يتراجع الرئيس ترامب عن مثل هذا القرار، لكن كما قلنا إذا ما تم نقل السفارة هذا كلام مرفوض تماما ولن نقبل به على الإطلاق. خطط ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قابلتها السلطة الفلسطينية بأن لا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها، محذرة من خطورة تداعيات هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوح بأن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في حال إقدام ترامب على نقل السفارة. قدس سيد ترامب. القدس يا سيد ترامب هي خط أحمر بالنسبة للمسلمين، وسنواصل تحركنا، ومن الممكن أن تؤدي هذه التحركات في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. عدد من الدول العربية منها السعودية والمغرب والأردن وقطر عبرت عن قلقها من القرار الأمريكي المحتمل، وحذرت من التداعيات الخطيرة على مسار السلام ومفاوضات الوضع النهائي. الاتحاد الأوروبي حذر بدوره من الخطوة الأمريكية وقال إنه يجب تفادي أي إجراء من شأنه تقويض جهود السلام القائمة على حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي يدعم عودة مفاوضات السلام من أجل الوصول إلى حل الدولتين، ويجب تفادي أي تصرف قد يقوض الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف. يجب إيجاد طريق عبر المفاوضات من أجل حل لوضع القدس لتصبح عاصمة للدولتين حتى تتحقق تطلعات الطرفين. في الساحة الفلسطينية أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي أن الأيام الثلاثة القادمة أيام غضب ضد احتمال اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعت الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج في مسيرات رفض واحتجاج للتحرك ضد الخطوة الأمريكية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الدكتور عبد المجيد سويلم الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي، ومن عمان عبر الإنترنت ياسر الزعاترة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. دكتور عبد المجيد سويلم، منذ عام 95 الكونغرس كان أصدر قانون بضرورة نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، ولكن الرؤساء المتعاقبون منذ حينها أدركوا خطورة هكذا خطوة وكان التأجيل. هل تعتقد الآن بأن ترامب بصدد تنفيذ هذه الخطوة؟ نعم، أعتقد أنه سينفذها، لأنه رجل يأتي من خارج المؤسسة، وهو رجل يعني قليل الإدراك لحالة المعادلات الدولية القائمة والصراعات القائمة وتداعيات هذه الصراعات وما يمكن أن يستتبعها أو ينتج عنها. الرئيس ترامب رجل من خارج المؤسسة وهو قليل الخبرة، وربما أيضا له شخصية عنيدة، ويحاول بصورة أو بأخرى أن يفرض آراءه حتى على المجتمع السياسي الأمريكي نفسه. هو يوقع الولايات المتحدة في مطبات كبيرة، وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون واحدة من أكبر المطبات التي يوقع بها نفسه. لماذا ستكون مطبة؟ بالآخر هو تحدث بالأمر عادي، لم يكن هناك ردود فعل عنيفة على ما كان تحدث عنه أولا، وثانيا نتنياهو نفسه تحدث عن صفقات مع دول عربية معينة، وبالتالي من سيقف في وجهه؟ يعني دعيني أقول لك بأنه من المبكر يعني أن نحكم على هذه المسألة. هذه مسألة يعني أكيد أن ردود الأفعال عليها لا تأتي بكبسة زر، لكن نحن نعرف الشعب الفلسطيني جيدا، ونعرف شعوب أمتنا العربية، وبالمناسبة نعرف أيضا أن حتى النظام العربي الرسمي
وقوى الاعتدال التي ربما تكون قد وجهت لها ضربة من خلال هذه السياسة الأمريكية لا تستطيع في نهاية الأمر إلا أن تواجه هذه الخطوة. قد يأخذ الموضوع وقتا وقد تتدحرج الكرة ببطء في البداية، لكن أؤكد لك بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة وأبعد بكثير مما كان يتصور ترامب. مثل ماذا؟ خاصة أن مثلا يصب في اتجاه حديثك ما حذرت منه بوليتيكو عن أن كان هنالك تحذير شديد من كذا مسؤول في الولايات المتحدة لترامب من أن يقوم بهكذا خطوة لأنها ستجر العنف وستكون لها تبعات على المصالح الأمريكية. نعم. أيضا نعم، أنا أقول لك بكل بساطة أن إذا كانت 3 بوابات إلكترونية قد حركت مدينة القدس كاملة وحركت الشعب الفلسطيني، فهل تعتقدين بأنه يمكن من خلال هذا الموقف يعني الصلف اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني واتجاه الشرعية الدولية واتجاه القانون الدولي واتجاه مواقف الولايات المتحدة كما تفضلت في بداية في مدخل الحديث، هل تعتقدي بأن الشعب الفلسطيني يعني سيتفرج أو سيقف يعني للتفرج على هذه الخطوة؟